تعالى يا غالي اقول لك في السريع كده على اغرب واخطر المعلومات اللي ممكن تسمعها في حياتك عن كلب الروتويلر، واللي حرفيا هتحتاج انك تفكر مليون مرة قبل ما تجرب انك تربيه. وطبعا هقول لك ليه، بس طبعا في البداية كده لازم الاول تبقى عارف يا غالي ان كلب الروت يعتبر واحد من اخطر واشرس سلالات الكلاب عنفا في العالم كله. ده غير كمان انه يعتبر هو الكلب الوحيد المفضل لمعظم رجال الاعمال والسياسيين وكمان مشاهير الفن حول العالم. واحب كمان يا صاحبي اقول لك انه اتشهر زمان باسم كلب الجزارين من حوالي 150 سنة تقريبا. وطبعا هقول لك ليه سموه كده، وده بقى بالتحديد لان الجزارين زمان كانوا بيعتمدوا عليه بشكل اساسي في حمل اللحوم والاموال. يعني تقدر تقول كده يا غالي بنك متنقل، انت متخيل؟ والغريب بقى انهم كانوا بيربطوا الفلوس اللي معاهم كلها حوالين رقبته وهم ماشيين كنوع يا غالي من انواع الامان او حتى الحمايه. ولو انت ساعتها راجل قوي وشايف نفسك وفكرت بس يا غالي انك تروح مثلا تسرق فلوس الجزارين، فكان لازم عليك انك تتجرأ وتقرب من الكلب تاخد الفلوس من حوالين رقبته وانت ونصيبك بقى. ودلوقتي بقى هستناك تقول لي رايك بكل صراحه، تقدر في يوم انك تربي كلب زي ده ولا انت اصلا عندك فوبيا من الكلاب؟ سلام.